أهلا بيكم في همس الحيوان. أتمنى تكونوا بخير وسلام. كتير من الناس لما بيجيبوا كلب بيشوفوه مجرد صديق في البيت يلعبوا معاه ويدلعوه، لكن في نقطة مهمة جدا وهي المشي اليومي. انت ساعات بننساها أو ساعات بتتنسي، لكن المشي يا جماعة مش رفاهية، ده جزء أساسي فعلا من حياة الكلب. لأن الكلب لما بيخرجش طبعا كفاية بيبدأ يكتسب طاقة. الطاقة الزيادة دي جوا البيت بنلاقي بقى يعض في الأساس أو يهوهو، ويبان عليه كمان كتير توتر وقلق، وده كله ده سبب إن جسمه وعقله محتاجين نشاط أكتر. المشي كمان يا جماعة بيساعد على حرق السعرات الحرارية عنده، يعني مخلوش يسمن، يبقى وزنه كويس. كمان بيقوي عضلاته ومفاصله، وكمان بيدي فرصة يتعرف على روايح، وده بيحافظ على حاسة الشم عنده أو بيقويها كمان أكتر، لأن حاسة الشم بتتقوى لما هو يبتدي يشم روايح، مش يبقى مفيش حاجة بيشمها، لأن دي طبعا حاجة أساسية عنده إن هو دايما بيشم. فكون إنه يشم روايح غريبة وخصوصا في الهواء، فطبعا ده بيخليه حاسة الشم عنده تبقى أقوى، لأن بره بيبقى مجال واسع هوا، فيقدر يتعرف دي يفرق ريحة من هنا من غير دي، لأن بتديله فرصة أكتر. وكمان بيديه فرصة يتعرف على روايح جديدة وأماكن مختلفة، وده مهم جدا لعقله علشان ما يزهقش، زي ما احنا بالظبط محتاجين نخرج ونغير جو، الكلب كمان محتاج ده. غير كده المشي بيقوي العلاقة بينك وبين كلبك، يعني هو وقت مميز بيحس فيه انك معاه، مهتم بيه، بتقوده، بتزود ثقته فيك وارتباطه بيك. طيب السؤال هنا، كم مرة يخرج الكلب؟ عادة بتبقى مثلا مرتين في اليوم، 20 من 20 دقيقة ل30 دقيقة، على الأقل مرتين أو 3، يعني على حسب انت مثلا نفسيا وجسديا برضو، لكن هو الطبيعي مثلا مرتين في اليوم، 20 أو ل30 دقيقة. لكن في السلالات النشيطة اللي هي زي الجيرمان أو الهاسكي، طبعا دول بيحتاجوا أكتر من كده عشان هم عندهم نشاط أكتر. ولو عايز كلبك يعيش حياة سعيدة وصحية، لازم تعتبر المشي جزء من روتينك اليومي، زي بالظبط الأكل والشرب، زي اللعب، يعني كل ده احتياجات، فلازم تلبيها له طبعا. وفي الآخر الكلب هيديك حب وفاء ملوش حدود، وأبسط حاجة يعني ممكن تقدمها له أو تديها له في المقابل هي وقتك ومشيك معاه في الشارع يوميا. ولو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب، ومن كل قلبي بتمنى لكم كل سلام وكل حب، واستنوني فيديوهات تانية كتير، وباي باي.